عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل فيديو بسيط كده وصغير قوي قوي بالنسبة للحمة المعصجة. بنستخدمها طبعا في الطواجن والصواني وكل حاجة، ليها استخدامات كتير هنقولها واحنا شغالين مع بعض. اول حاجة معايا نص كيلو لحمة مفرومة خشن، انا مش فرماها ناعم، بس زي ما انتم شايفين فيها نسبة دسم، فانا عشان فيها نسبة دسم انا مش هحط سمنة او اي حاجة لحد ما اشوف نسبة الدسم اللي فيها. اول حاجة هنحط طاسة على النار تسخن وبعدين نشوف هنعمل ايه. هننزل باللحمة في الطاسة على طول، يعني في الفريزر بس ايه معانا على طول. هنشوحها الاول. انا طبعا ولا حطيت اي مادة دهنية ولا حطيت اي حاجة، هي اللحمة بس زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللحمة المفرومة بنستخدمها في صواني المكرونة، في المسقعة، في الكوسة باللحمة المفرومة، في الطواجن بتاعت المكرونة اللي هي زي بتاعت المحلات، المكرونة بالبشاميل، كذا حاجة يعني بنستخدمها في حاجات كتير قوي. الجلاش، الرقاق، ليها استخدامات كتير، وبتكون لما بتكوني معصجاها شايلاها في الفريزر تبقى سهلة على طول، بتطلعيها تستخدميها على طول. احنا هنشوحها مع بعض كده لحد بس ما ايه لونها يتغير، وبعد كده هننزل مع بعض بالبصل. انا عندي بس النار عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها. هو انا اللي طالبه فيها نسبه دسم انها بيكون طعمها احلى. في نفس الوقت انا مش بضيف ماده دهنيه غير لما بشوف السوائل فيها ايه او نسبه الدهون فيها ايه، عشان ما تبقاش كتير وما تبقاش مش صحيه يعني. بصوا اللحمه استوت معايا خلاص، هننزل بالبصلايه بصلتين كده مفرومين يعني. هننزل بمعلقه فلفل اسود، هننزل بكزبره ناشفه، بصل بودر، قرفة صغيرة طبعا على حسب الرغبة. يعني التوابل دي تبقى حاجات ترجعلي، بس الفلفل الاسود اساسي طبعا. هنضيف بقى التوابل معايا نقلبها بس كده. هنجيب توم بودر وسبع بهارات، مش هنحط الملح دلوقتي عشان ما ينزلش السوائل اللي في اللحمه. هتعصبي كميه وتخليها في علبه او في كيس عندك في الفريزر، تطلعيها وقت ما تكوني مستعجله. طبعا دي تبقى سهله، تعملي اي طاجن اي صينيه معاكي تكون سهله وتسهل عليكي كتير قوي. طبعا لو عندك بابريكا بتحطي، انا ما عنديش بصراحه، لكن هي بتدي لون حلو قوي للحمه. ده يعتبر اللحمه بتاعتنا احنا كده بقى ننزل السوائل بتاعتها عشان تستوي معانا وتكون جاهزه. نطلعها في اي وقت نستخدمها على طول.
نحط شويه ملح، طبعا ممكن تضيفي فلفل اخضر وجزر المتاح عندك اذا كنت بتحبيها. انا هضيف طبعا فلفل اخضر اثناء الاستعمال، يعني مش بضيفه دلوقتي لان احنا عارفين طبعا الفلفل ينعم وبيدبل بسرعه، فانا بضيفه فريش على طول اثناء الاستعمال، بقطعه وبضيفه على طول اللحمه وانا بستعمل. اللحمه كده خلاص اهي. طيب كده اللحمه جاهزه معانا اهي. طبعا هنفضيها بقى في علبه او في كيس على حسب ايه استخدامك وعلى حسب الكميه اللي انت عايزاها، بتقسميها او بتشيها زي ما هي براحتك. كده تبقى جاهزه معانا لاي صينيه زي ما قلنا. الفيديو خفيف اهو كده. انا فضيتها في بول عيل لحد ما تبرد. كده اللحمه جاهزه معانا. وما تنسوش اللايك والشير. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون سهل وبسيط خالص، خدش مننا بالظبط 10 دقايق على النار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.